هو لسه في ناس بتلعب تمرين الاوفر على اساس ان هو تمرين لعضلات الشيست، وللاسف عشان انت مش متابعني فمش قادر تعرف ان التمرين ده ما بيفعلش اي وظيفة تفعل عضلات الصدر. وظائف زي ايه؟ مثلا زي هوريزونتال ادكشن او شولدر فليكشن، كل دي حركات تشغل عضلة الشيست. فالتمرين هنا للاسف ما بيشغلش اي وظيفة. طب ولنفترض ان هو بيشغل اي وظيفة، فحمل الوزن هنا حرفيا بينتهي مع نص الحركة، غير ان في لود كبير واقع على الكتف هنا، وممكن للاسف يحصل لك اصابة لو انت ما عندكش مرونة في كتفك. هلاقي واحد في الكومنتات يرد عليا يقول لي لا يا كوتش انت فهمت غلط، انا بلعب التمرين ده ظهر مش بلعبه صدر. ساعتها برضه هحط عليك واقول لك ان المقاومة يا حبيب قلبي بتنتهي مع نص الحركة. بتنزل عملت ستريتش للات 100 اول ما تطلع نص المقاومة خلصت خلاص. فعشان كده حبيب قلبي احنا بنبدل التمرين ده ببول داون على الكابل باي ماسكة، سواء سنجل او روب او مسطرة او اي حاجة. فانا الصراحة مش لاقي اي مبرر لاي شخص بيلعب اوفر. فما تنساش تسيب لي رايك في الكومنتات وتعمل لايك للفيديو وتعمل لي فولو عشان اساعدك في الجيم.